السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تنورينا بالاشتراك واللايك من ايديكي الحلوة. كل سنة وانتوا طيبين يا احلى اخوات في الدنيا. خلاص رمضان على الابواب ولازم نكون متشجعين نبدأ نعمل تفريزات رمضان وتنظيفات رمضان عشان لما يجي رمضان ابقى مستعدين كده. نبدأ بقى نقرأ الورد بتاع القرآن بتاعنا والتسبيح والتكبير والتهليل. لازم يا جماعة شهر رمضان دي بيجي سنة للسنة. طبعا دي كانت الشقة عندي دي طبعا ليها فترة عندي مصوراها، بس والله كان غصب عني ما كنتش قادرة يعني امنتج فيديو، يعني ما فيش وقت اصلا. لازم كنت بعمل اليوم والتاني بجيب بقى تفريزات رمضان، وكمان بعمل حاجات في الشقة، وكمان بجيب يعني الخزين بتاع البيت وكده، عشان لما يجي شهر رمضان ابقى مستعدة كده للقرآن بتاعي والتسبيح بتاعي. ولازم كده اخلي وقت كده عندي عشان اعرف اقرأ قرآني التسبيحي، اسمع خطب، اسمع حاجات. ده شهر رمضان يا جماعة بيجي للسنة للسنة، ومش لازم يا جماعة في شهر رمضان نقرأ القرآن، لا. بشوف ناس كتيرة بلاقيها المصحف بتاعها ركناه ولما يجي شهر رمضان بتفتحه. لا، لازم تخلي بتروحي مقرأة قرآن، لازم بتروحي وتتعلمي. يلا بينا نبدأ بقى في شقتنا. طبعا دي كان ليها فترة عندي متصورة. عايزة اقول لكم انا اتصدمت بجد لما طبعا دي من الجزء الثاني اللي هو بتاع الرخامة. طبعا الشقة كانت متبهدلة عندي تراب خالص خالص، ولازم بقى انضف الشقة. طبعا دي كان ليها عندي يعني شهر كده مصوراها وركناها عندي، بس ايه جت وقتها ورحت منزلها. بصوا الشقة بقى مدعكة ازاي، والحمام وتراب، حاجة كانت صعبة عندي خالص. يلا يقوموا تشجعوا معايا وحطوا لايك من ايديك الحلوة، ويلا بينا ادينا ورينا لكم الشقه من اولها لاخرها. عايزه اقول لكم السجاده يا جماعه بجد والله العظيم انا زعلت عليها زعل الدنيا كلها. كنت حطاها عندي في الصاله، دي كانت بتاعت شقتي يعني اللي هي متجوزه فيها. كنت بتاعت اوضه النوم اللي هي بتاعت المشات دي. طبعا بص اوضه النوم كانت متبهدله، وعملنا الحركه الجميله دي، خليناها بجد تحفه زي ما انتم شايفين، بقت رايقه كده. والشقه لازم بتاعتك تخليها نظيفه، عشان بيقول لك ايه مثل قش بيتك كل يوم هتعرفيش مين هيدخلوا كل يوم. طبعا بص خلاص كده نظفت شقتي، وبقى الاوضه دي خلصت. بحب اخلص اوضه اوضه زي ما انتم شايفين، عطرتها وعملت هلوس والتراب كله نظفته. بصوا الاوضه هنا متبهدله. طبعا السجاد كله كنت لماه وحطاه بره. طبعا ده برضو هفتح البلكونه وههوي السجاد كله. يلا بينا نشوف الحركه الجميله دي عملنا ازاي الاوضه. بصوا بقت مدعكه كانت ازاي، خلصناها في دقيقه بقى. عايزه اقول لكم مش دقيقه، عايزه اقول لكم انا قعدت فيها نص ساعه ولا ساعه وانا بنظف فيها. كانت تراب حاجه صعبه من من الرخامه كانت عندي بجد مخليه الشقه كلها تراب، وحاجه صعبه جدا. نضفتها وفرشت المفارش القطيفه ولميت الغسيل كله. كان عندي كميه غسيل صعبه بجد والله زي ما انتم شايفين. طبعا بصوا خلاص كده رتبت الاوضه زي ما انتم شايفين، بقت بجد شكلها حلو كده وبقت نظيفه معانا. خلاص كده وهويت هنا بقى البطاطين اهو عشان تاخد شمس كده، وسيقت البلكونه ولمعت كل حاجه كده عندي. كده خلصنا اوضه النوم وخلصنا كمان اوضه الاطفال. يلا بينا هنبدا في اوضه الانتريه. طبعا هنا خلاص كده عطرت الاوضه، كل ما اخلص الاوضه بعقمها كده او اعطرها كده زي ما انتم شايفين، وبقفلها واروح ايه اخلص الاوضه التانية. يلا بينا هنا نبدا في اوضه الانتريه. طبعا انا كنت لما المواعين كلها لما وريتها لكم في الفيديو الاول اللي هو بتاع المطبخ. طبعا زي ما انتم شايفين بصوا التراب عندي. انا عايزه اقول لكم انا بكره حاجه اسمها تراب، نفسيتي بتتعب جدا من التراب زي ما انتم شايفين. خلاص كده اهو لميت بقى السجاد، وهنا كان غسيل عندي نضيف لميته، والوسخ لميته برضو عشان اغسله. طبعا هنا السجاده دي اللي هي كانت في الصاله برضو هويتها برضو كده زي ما انتم شايفين. خلاص خلصت اوضه الانتريه اهو، لميت حافظه السجاد قلت هفرشها. رحت قلت لا خليني اغسلها، وبعد كده رحت لقيتها نظيفه. قلت ايه خلاص دخل علينا رمضان، قلت اغسل كله ايه قبل رمضان ان شاء الله، عشان ايه احس الشقه كده لما افرشها يوم العيد بحس كده ايه الشقه كده فيها تغيير شويه. خلصت كده الاوضه اهو زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. شغلت بقى قران وهبدا ايه هعقمها كده واعطرها يعني، وهسيبها برضو. هنبدا ايه في الصاله. عايزه اقول لكم انا الشقه هنا كنت صاحيه الصبح الساعه 7، مشيت العيال الحضانه وقعدت لغايه الساعه 12 بالليل وانا بخلص في الشقه. التراب عندي كان حاجه صعبه من الرخامه زي ما انتم شايفين. خلصت بقى عندي هنا اوضه الانتريه فيها ارج كده، يعني في حته من ناحيه التلفزيون والتانيه حاطه فيها الانتريه. خلاص كده هبدا برضه اعطرها وهبدا اسيبها، وهبدا عندي بقى هنا في الصاله. عايزه اقول لكم هنا تعبت اليوم ده بجد والله، مستحق لايكات كتيره يا جماعه، عشان والله تعبت في الفيديو ده جامد قوي.
خلاص كده، لو مستعدين بقى على تفريزات رمضان وتنظيفات رمضان اكتبوا لي في التعليقات ان شاء الله، وانا هعمل كل حاجه معاكم. خلاص كده هنا لميت بقى الحاجات الكركبه كلها، الصاله كانت عندي كميه كركبه فظيعه. هنا بقى التلاجة كانت عندي حطاها في الصاله، لقيت المطبخ هيضيق لي ايه، لما هحط التلاجة يعني في المطبخ هلاقي المطبخ عندي ضيق. رحت قلت لا هحطها في الصاله. بعد كده لما لقيت عندي الصدمه الكبيره اللي صدمتها، لما لقيت عندي السجاده اتهرت من التلاجة، رحت قلت لا لازم التلاجة احطها جوه. رحت قصة عندي السجاده عشان بس ايه ما تتهريش اكتر واكتر وتاكلها ايه السجاده كلها بقى بعد كده تتهري من الميه. رحت ايه شايلاها وسيقت الصاله عندي زي ما انتم شايفين ورتبتها خلاص كده، ورجعت التلاجة عندي في المطبخ. شلتها وجوزي ربنا يبارك له شالها معايا، بصراحه عذبتنا اليوم ده خالص. طلعنا بقى دولاب المطبخ كل المواعين كلها اللي فيها، عشان المطبخ اللي هو دولاب المطبخ كان جاي للاخر. رحنا قلنا لا نقدموه شويه من ناحيه فوق البوتاجاز عشان تعرف ايه التلاجة تخش. خلاص كده شلنا دولاب المطبخ اهو، وهنبدا نجيبه مسامير عشان كانت هنا التلاجة مش داخله. وقلنا ايه ندير دولاب المطبخ نرجعه شويه كده ايه القدام، مفيش مشكله عشان نحطه التلاجة. خلاص كده لميت الحاجات اللي جوه التلاجة شلتها ودخلنا التلاجة في المطبخ. قلت ايه احسن يعني في المطبخ عشان منا حتى ايه لما اخد الاكل والحاجه، غير لما اودي في الصاله وكده عشان الضيوف لو حد جه عندي وكده. بس كده حطيت التلاجة عندي هنا في المطبخ، وهنرجع الدولاب المطبخ تاني. طبعا انا هنا حطاه في الصاله. طبعا هنا وهبدا ايه هرجع الدولاب المطبخ تاني، وهرص بقى المواعين وهسيق المطبخ وهلمع كله. بصوا اخر حاجه الحمام بخليه، بصراحه كان الدنيا كانت متبهدله خالص زي ما انتم شايفين. خلاص كده هبدا ايه هنرجع الدولاب المطبخ تاني وهبدا ارص. لو وصلتوا لغايه دلوقتي معايا ما تنسوش بالله عليكم دعوه حلوه كده منكم لفلسطين وغزه، وما تنسوش اللايك بتاعكم الحلو يا جماعه. بالله عليكم حطوا اللايك، اهم حاجه اللايك هو اللي بيرفع القناه. ناس كتيره بلاقيها بتحط الكومنت وما بتحطش اللايك. القناه يا جماعه بالله عليكم عايزاكم ترفعوها كده، عشان والله القناه وقعت خالص زي ما انتم شايفين اهو. رجعنا بقى الحاجه تاني في المطبخ، ورتبت بقى وغسلت بقى المواعين كلها، والمطبخ سيقته مع الرخامه مع كله. بقى الدنيا عندي بتلمع كده وبقت نظيفه زي ما انتم شايفين. بصوا بقى الجمال والحلاوه، بجد بحس براحه نفسيه جدا لما ابقى الشقه نظيفه كده. طبعا لازم شقتك تروقيها كل يوم، ما تعرفيش مين هيدخلها كل يوم. عايزه اقول لكم بقى بصوا التلميعه بقى ان الرخامه كنت فرحانه بيها جدا، قلت عشان داخل شهر رمضان وابقى عندي الرخامه نظيفه زي ما انتم شايفين. خلصت المطبخ معايا بقى بالجمال ده، ولمعت بقى البوتاجاز والتلاجة وكل حاجة لمعتها عندي عشان كانت عندي كمية تراب فظيعة خالص. زي ما انتوا شفتوا الفيديو اللي فات كان عندي المطبخ عامل ازاي. طبعا هنا كمان سيقت الطرقة ونضفتها ولمعت عندي الرخام، وكمان لمعت عندي السيراميك كله. خلاص كده بعد لكم على الشقة تاني بعد ما خلصت كله. طبعا ده كانت الساعة 11 بالليل. عايزة اقول لكم انا قعدت لغاية الساعة 12 بالليل وانا بخلص في الشقة. طبعا الاولاد غديتهم بعد كده بصراحه هم بيناموا بدري عشان بيقوموا للحضانه الصبح بدري. طبعا زي ما انتم شايفين بصوا بعد لكم على اوضه النوم تاني برضو نظيفه ما فيش حد دخلها، وادي الصاله نظيفه برضو عندي زي ما انتم شايفين. واوضه الانتريه رجعت بقى حطيت فيها اللي هي حافظه السجاد ده حطيتها لها. وادي الاولاد نايمين هنا برضو غطيتهم وسبتهم بصراحه نايمين وكده. قلت ايه عشان اخلص الحمام، عشان لو شافوني بعمل في الحمام هيبداوا ايه عايزين يلعبوا معايا في الميه، والجو كان ساقع جدا اليوم ده. طبعا هنا خلاص زي ما انتم شايفين خلصت كده. وادي الصاله بصوا بقى ما شاء الله الدنيا كانت رايقه كده ونضيفه، بحس براحه نفسيه كده لما الشقه ابقى نضيفه. طبعا خلاص كده خلصت اهو. بس طبعا ده كان الجو بالليل خالص زي ما انتم شايفين الدنيا حتى ايه هدت كده معايا، والدنيا كانت ضلمه وخالص زي ما انتم شايفين. خلصنا كل حاجه كده ويلا بينا هنبدا ايه هنخلص الحمام. عايزه اقول لكم انا كل ما ارجع في الشقه اقول ايه عايزه اخلص الحمام وارجع في الشقه تاني ابص عليها، وبعد كده خلاص لازم بقى اللي انا هعمل الحمام يعني هعمله. بعد كده خلاص كده لميت بقى الغسيل ونضفت الدنيا زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى يلا نشوف الحركه الجميله اللي احنا عملناها دي. عايزه اقول لكم هي حركه دقيقه بس والله قعدت فيه اكتر من ساعه وانا بسيق فيه الحمام. خلصت الحمام زي ما انتم شايفين، صبنت بقى السيراميك كله وقاعده والحوض وكل حاجه، وحتى الغساله دعكتها كويس جدا زي ما انتم شايفين. بقت الحاجه بتلمع كده ونضيفه معايا. بس كده كان الفيديو بتاع النهارده. لو عجبكم حطوا لايكات كتيره، واسيبكم بقى في رعايه الله، والسلام عليكم.